أهلا بكم طلبة الصف الثالث الإعدادي، ومع درس من دروس الدراسات الاجتماعية في جزء التاريخ. عندنا درس اسمه، وده آخر درس في الوحدة التالتة، بيتكلم عن ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013. طبعا دي كلنا عارفين إنها ثورة عشنا فترة منها، ممكن يكون وإحنا في سن صغير، بس عشنا هذه الثورة معاصرة لينا، وبعتبرها ان هو دراسة للتاريخ المصري الحديث. بعتبر ان ثورة 25 يناير دي من الثورات الفريدة. التكنولوجيا المتطورة، وسائل الاتصال، واللي هي متمثلة في الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك، كل شيء ممكن من خلال التواصل ما بين المجتمع المصري من خلال كمبيوتر والإنترنت. بدأت من خلال هذه الشبكة المعلومات اللي بتوصل كل الناس ببعض انها تندلع ثورة مهمة جدا، وهي ثورة 25 يناير 2001. ودي كانت حركة سياسية الهدف منها الاحتجاج على الحكم السياسي الاقتصادي الموجود في مصر. نتكلم ما هي اسباب قيام الثورة بما تفسر قيام ثورة 25 يناير 2011 ميلادي. بنقول رقم واحد: تدهور الاوضاع الاقتصادية. وكانت الاوضاع الاقتصادية في مصر متدهورة، وكانت سبب في قيام ثورة 25 يناير بسبب اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط. يعني انفتاح اقتصادي، انفتاح اقتصادي اللي هو تحول جذري في النظم والسياسة الاقتصادية. ودي بعتبرها اللي هي نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية تقوم على تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على المشاركة في التنمية الاقتصادية للدولة من خلال إنشاء المشروعات الخاصة. بمعنى إيه؟ الانفتاح الاقتصادي هي سياسة كانت بتهدف إلى استثمار رؤوس الأموال، سواء كانت الأجنبية أو من الدول العربية. الهدف منها إن أنا ألغي تماما فكرة القطاع العام، أو ألغي منها اللي هي فكرة الحكومة وشغل الحكومة في مصر، أو ماذا تفعل الحكومة في مصر. وكنت بعتمد دايما على استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والعربية. طبعا طريقي عن طريق إن أنا أبدأ أنشئ مشروعات أو أنشئ أفكار أجنبية الهدف منها الاستثمار وتدوير حركة رأس المال. يبقى أول سبب من أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية سياسة الانفتاح الاقتصادي. 2: التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة بأقل من سعرها الحقيقي لصالح فئة معينة من رجال الأعمال. يعني إيه؟ يعني بدأت الدولة لما بتعجز عن إدارة مشروع معين في قطاع الحكومة أو شركة معينة، فتبدأ ببيعها لرجل أعمال، أو بيعها لرجل يمتلك رأس مال كبير يقدر يديرها أو يقدر يستثمرها. فبالتالي ده ليه أخطار كبيرة. أخطارها بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإن بتؤدي إلى إن بيتم تسريح عدد كبير من العمال، وإنه بيعتمد على قلة الأيدي العاملة، وبالتالي قلة المرتبات اللي هيدفعها للعمال. ونلاحظ ان ارتفعت فيها نسبة البطالة في اوقات كتيرة جدا، خاصة سيطرة رجال الاعمال على معظم الشركات والمصانع. السبب الثاني اللي ادى الى قيام الثورة بخلاف تدهور الاوضاع الاقتصادية، يبقى عندي كده لما يجي كده يقول لي ما هي اسباب قيام الثورة، اقول له: واحد، تدهورت الاوضاع الاقتصادية. طب ليه تدهورت؟ بسبب الانفتاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة. طيب سياسة الخصخصة دي تؤدي الى ايه؟ ارتفاع الاسعار وارتفاع نسبة البطالة. السبب الثاني في أسباب قيام الثورة اللي هي سوء الأوضاع الاجتماعية. وساءت الأوضاع الاجتماعية بسبب إن في فوارق ما بين الطبقات، طبقة غنية جدا جدا وطبقة فقيرة جدا، وبالتالي مفيش عدالة اجتماعية، مفيش توزيع دخل مناسب. نلاقي ناس معاها فلوس كتيرة جدا وناس معاها فلوس قليلة جدا. إذا مفيش توافق ما بين الطبقات، وشعور الطبقة الفقيرة بأنها تعيش حالة من السوء أو حالة من الدونية التي تنظر إلى الطبقة الغنية بنظرة فيها حقد بمعنى أصح، أو كره لهذه الطبقة لأنها تعاملهم معاملة سيئة. وده كان سبب من أسباب تدهور الأوضاع الاجتماعية اللي هي قيام ثورة 25 يناير 2011. إيه كمان من ضمن الأسباب؟ تدهورت الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية، بالإضافة أن كان أيام الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان بيعمل بقانون، أو كان في عهده قانون اللي هو قانون الطوارئ. إيه هو قانون الطوارئ ده؟ قانون الطوارئ ده كان سنة 1981
اللي كانت مستمرة مصر بالعمل بيه. والقانون ده كان بيفرض قيود على الأشخاص وعلى المجتمعات، وممنوع على الشخص انه ينتقل او الاقامة او المرور في اماكن معينة وفي اوقات معينة، وانه ممكن ان الضابط او الشرطة يقبض على هذا الشخص او يشتبه فيه، وممكن يفتشه، وممكن يعتقله، وممكن يبدأ في انه ينفذ بعض الافكار الغير قانونية، اللي هي زي مثلا يفتشوا بدون امر من النيابة. فبالتالي قانون الطوارئ كان يسيء للمصر والمصريين والمجتمع المصري، فده كان سبب مهم جدا من اسباب قيام ثورة 25 يناير. بالاضافة الى اني اللي بعتبر اللي هو الفتيل اللي اشتعل وادى الى انفجار القنبلة كبيرة جدا لثورة 25 يناير، اللي هي تزوير الانتخابات في مجلس الشعب عام 2010. نلاقي ان حصل الحزب الوطني اللي هو الحزب الحاكم اللي هو بيمثل الرئيس مبارك على نسبة 97% من المقاعد، يعني 97% من أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني، والباقي معارضة. فشيء طبيعي ان المعارضة كلامها مهما تعارض مش هيتوافق عليه. اللي هيتوافق عليه ايه؟ اللي هيتوافق عليه قرارات أعضاء الحزب اللي هو مجلس. إذا هنا لما يقول لي ايه هي اسباب قيام الثوره، اقول له: 1 تدهور الاوضاع الاقتصاديه، 2 سوء الاوضاع الاجتماعيه، 3 تدهور الاحوال الصحيه والخدميه والتعليميه، 4 العمل بقانون الطوارئ، 5 تزوير انتخابات البرلمانيه عام 2010، وحصول الحزب الوطني على 97% من المقاعد. طيب نتكلم بقى على احداث وقائع الثوره. الاحداث تطورت بشكل كبير جدا وكانت سريعه جدا، وكان ده عامل من عوامل نجاحها. ولما نلاحظ أهم الملامح اللي في هذه الثورة أو وقائعها، إن في البداية تم اختيار يوم 25 يناير ميلادي 2011 كبداية للاحتجاج والتظاهر السلمي واتخاذ كل الميادين العامة، خاصة القاهرة والإسكندرية ومحافظة السويس والمنصورة وأغلبية المدن المصرية كمكان للتظاهر. أي ميدان كمكان للتظاهر ضد الدولة أو ضد الحكومة أو ضد الرئيس. بنلاقي بعد كده ان الثورة قعدت او استمرت 18 يوم، خلالها ظهر احداث كتيرة. من خلال هذه الاحداث ان حدث فيه اضطراب امني شديد جدا، فبدأ المجتمع المصري يشكل فئة عرف باسم اللجان الشعبية. طب اللجان الشعبية دي اتعملت ليه؟ اللجان الشعبية اتعملت لان كان في الوقت ده كان في لصوص يقوموا بسرقة المنشآت او المباني والمناطق والمنشآت الحكومية والعامة والخاصة وكل شيء. فبدأت تتعمل اللجان الشعبية عشان تحمي هذه المنشآت وتواجه أعمال السرقة والحرق والترويع بالنسبة لقطاع الطرق الذين استغلوا الأحداث لصالحهم. نلاحظ بعد كده أن القوات المسلحة تدخلت وبقوة، واستعان بها الشعب المصري، ولبش الجيش المصري طلبات المواطنين، وبدأ يقوم بحماية ويأمن ممتلكات المواطنين. وكان من ضمن رد فعل النظام اللي هو متمثل في نظام الرئيس مبارك انه سعى الى ان هو يمتص غضب الجماهير والشعب المصري، وان هو يبدأ يكسر قوة هذه الثورة. فان هو بدأ يعين ليه نائب وشكل حكومة جديدة، الا ان هذه الخطوات لم تمنع استمرار المظاهرات. يعني انه قال ان مش ابني اللي هو يمسك الحكم، واني مش هكمل بعد الفترة الرئاسية بتاعتي، والغى الحكومة اللي هي حكومة احمد نظيف كرئيس للحكومة، وعين حكومة جديدة. ولكن هذه الخطوات لم تمنع استمرار المظاهرة. تخلى الرئيس الاسبق مبارك عن الرئاسة وسلم ادارة شؤون البلاد للمجلس الاعلى للقوات المسلحة. عندئذ نلاقي ان الملايين من الجماهير تحتفل بهذا الحدث التاريخي بنتيجة ضغط الثورة والثوار على الرئيس مبارك. تخلى عن الرئاسة وسلم الرئاسة للقوات المسلحة تدير دفة البلاد أو تدير حركة وإدارة الدولة المصرية. ونلاحظ كده يا شباب ان الأحداث بتاعت ثورة 25 يناير كان ليها بتعبر عن مدى إصرار الشعب المصري على الاستمرار من هو يوصل للمطالب بتاعته. وأكدت برضو الأحداث أن الجيش هو قوة مساندة للشعب،
وليس أداء لدى النظام لقمع المتظاهرين. يعني الجيش مع الشعب، والشعب قوي، الشعب يصر على طلباته، الشعب يصر على قراراته، الشعب يحقق مطالبه، وإن الجيش ساند الشعب المصري، وإنه لم يقمع المتظاهرين بل أظهر للمتظاهرين، وإن هو وفق الثوار في إن هو ينفذوا مطالبهم. وبالتالي نلاحظ إن الأحداث المهمة في تاريخ مصر بتعبر عن الأحداث التاريخية قديما جدا خدناها الترم الأول، تعبر عن مدى قوة وإصرار الشعب المصري في تنفيذ قراراته وأفكاره. ندخل على ثورة جديدة اللي هي من ضمن باقي الدرس بتاعنا، اللي هي ثورة 30 يونيو 2013، وكانت من مقدمات الثورة 30/6/2013 ميلادي إن تولى الرئيس السابق محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة حكم البلاد نتيجة فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012. حصلت انتخابات ما بين الدكتور محمد مرسي وما بين الفريق أحمد شفيق، والانتخابات ديت وصلت إن محمد مرسي أخذ نسبة كبيرة في الانتخابات، لكن لم تحقق السياسات الجديدة اللي هي لمحمد مرسي أي حلول للمشكلات التي تعاني منها غالبية الشعب المصري، خاصة حاجتين مهمين جدا اللي هي الحالة الاقتصادية السيئة جدا، والعدالة الاجتماعية اللي هي مش موجودة أصلا، واللي توعد بيها واللي لم تنفذ. وكانت من أحداث ثورة 30 يونيو 2013 نفس الفكرة، إنها خرجت جموع الشعب المصري في أعداد هائلة إلى الميادين والشوارع للمرة الثانية في ثورة اللي هي ثورة 30/6/2013، تعبر عن رأيها في التغيير وإنها تحافظ على الأمن العام للدولة. تدخلت القوات المسلحة وأعلنت بيانها في 2013، وضحت فيه القوات المسلحة الجيش المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة اتجاه الشعب المصري، وأنها تحتم التدخل القوات المسلحة حتى تمنع مصر من أن تنزلق في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية التي كانت تحدث في ذلك الوقت. إذن هنا الجيش وضح بكل قوة بيانه بأنه هو مع الشعب المصري، وأنه هو بيتدخل بقوة حتى لا يحدث صراع ما بين أبناء الشعب المصري، ودعت كل الأطراف أنها تصل إلى صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها خلال أسبوع. يعني حددت مدة أسبوع لكي يوضح الرئيس محمد مرسي السابق مع شعبه كيف يحقق المصالح، كيف يوفق ما بين مطالب الشعب وما بين إدارته في وتحقيق مطالب الشعب. لذا رفض الرئيس الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكذلك رفضت المعارضة دعوته إلى الحوار. يعني ده رفض إن هو يعمل انتخابات تاني، والمعارضة المصرية أو جماهير الشعب المصري رفضت دعوته إلى الحوار، وأنه ولا يوجد حوار ما بين الشعب وما بين المعارضة وبين الرئيس محمد مرسي السابق. طب نتكلم بعد كده عن نتائج ثورة 30 يونيو 2013. نتائج ثورة 30 يونيو 2013 كانت من نتائجها. لما كده ممكن يقول لي سؤال: ما النتائج المترتبة على ثورة 30 يونيو 2013 أدت إلى عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 يوم 3/7/2013، وتسليم السلطة إلى المستشار عدلي منصور، ده كان وظيفته رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل دستور 2012. صدر دستور جديد في يناير 2014، ثم عقدت انتخابات الرئاسة للمرة الثانية، ثم عقدت انتخابات الرئاسة للمرة الثانية، وأعلن فوز المرشح عبد الفتاح السيسي. وبذلك بدأت فترة جديدة من تاريخ مصر يتطلع فيها الشعب المصري إلى تحقيق طموحاته وأحلامه في تطبيق الديمقراطية، وأن يحقق العدالة الاجتماعية والرخاء والتقدم والتنمية. وبكده أعزائي الطلبة نكون خلصنا درس ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو 2013 من حيث الأسباب، من حيث النتائج لكل ثورة. وفي النهاية بنوصل إن الشعب المصري في ثورته سواء كانت في 2011 أو في 2013 حققت أغراضها، حققت مطالبها، وأن الشعب له كلمته، وأن الشعب له قوته، حتى ولو كانت قوة الدولة أقوى، ولكن الشعب هو الأقوى وهو الأفضل وهو المستمر. شكرا لكم أعزائي الطلبة، والتقي بكم في درس آخر من دروس الدراسات الاجتماعية، وإلى اللقاء.